ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا بقى نعمل مع بعض النهارده شويه مخللات حلوه قوي بقى لشهر رمضان الكريم. كل سنه وانتم طيبين. ماما بقى عامله معاكم النهارده شويه مخللات حلوين قوي. طبعا انا كنت بساعدها وبقطع معاكم انا بقى ايه المخلل. طبعا في كميه اكبر من دي، بس انا قلت اجيب من كل حاجه كده شويه صغيرين قدامكم عشان تشوفوا بالتفصيل انا بعمل ايه. خلاص. انا هنا يا جماعه بجيب هنا ده الفلفل، انا بشيل العنق بتاعه. لو انت حابه تسيبيه براحتك عادي. خلي بالك برضو العنق بيحافظ عليه. دي برضو معلومة انا عرفتها من ماما. براحتك. انا طبعا انا مشلتوش كله، انا بسيب حتة صغيرة فيه كده. خلاص. ودلوقتي بقى انا بقطع الخيار. طبعا بتقطعيه بالشكل اللي انت عايزاه. حابة تعمليه مدور، حابة تعمليه مكعبات زي ما انا بعمله كده، حابة تعمليه طويل. انا هعمله دلوقتي معاكم دي طويلة برضو. طبعا بيبقى متعارف عليه قوي عند بتاع المخللات بقى، اللي بيبيع مخلل بيبقى اللي هو الشكل الطويل. حابة تعمليه برضو اللي هو بالقطاعة بتاعة المخلل، اللي هو الشكل بتدي شكل اللي هو التعريجات ده. براحتك خالص اللي انت عايزاه اعمليه. خلاص. طبعا بقى القطاعة بتاعة المخلل بتاعتنا كانت مكسورة فاتصرفت بقى. المقشرة بتاعتنا دي كانت فيها قطعة مخلل كده من تحت، فقلت خلاص بقى اتصرف واعمل بيها. ودلوقتي بقى انا بقطع معاكم بقى اللفت. بصوا حبايبي، انتوا حابين بقى تشيلوا اللي هي العروق بتاعه اللفت دي براحتكم. حابين تشيلوها تشيلوها، بس احنا بنحبها عادي بنحطها يعني. بتبقى طعمها جميل جدا على فكرة. شايفين بقى انا هنا بقطع معاكم اللفتايه اللفت ده طعمه جميل جدا. طبعا انتوا عارفين يبقى طعمه جميل. حابين بقى تعملوه مكعبات زي ما انا بعمله، حابين تعملوه برضو بالقطاعه زي ما انتوا عايزين اعملوه. خلاص. بتبقى على حسب بقى الذوق والشكل اللي انتوا عايزينه على فكرة. دلوقتي بقى هنقطع مع بعض الجزر. انا بقطعها نصين كده. طبعا انا كنت هعملها بالشرشرة الاول على طول، فلقيتها تبقى صعبة قوي عليا، فقمت اقسمها نصين. هعمل بقى جزء منها طويل وجزء منها بالشرشرة كده زي ما انتوا شايفين. شايفين ده بقى؟ طبعا ده طبعا بقى الشكل المتعارف عليه عند بتاع المخللات، اللي هو شكل التعريجات ده بيبقى شكله جميل قوي. طبعا بتبقى المخللات دي حلوة قوي، بتفتح النفس كده على الفطار في شهر رمضان، وخصوصا بقى اما يكون بقى المخلل كمان بشكل جميل. ودلوقتي انا بعمله شوية طوال كده. خلاص. زي ما انتم شايفين هنا الليمون انا كنت حاطاه على النار. لازم يا جماعة نسويه نص سوا، اوعوا تسويه سوا كامل. خلاص. وهنا طبعا كنت حاطه ميه هنا تغلي على النار، لازم تغلي ديت علشان دي اللي هنزود بيها المخلل بتاعنا. خلاص. احنا بعد ما بنخليها تغلي بنسيبها تبرد. وبعد كده بقى يا حبايبي ماما جايبه فلفل هنا احمر، فرماه في الكبه كويس جدا. وهتحط عليه هنا برضو حبه شويه من حبه البركه، وهتقلب بقى المخلل الجميل ده مع بعضه. طبعا بقى انت بتستخدمي كميه الفلفل الاحمر اللي انت عايزاها على حسب الكميه اللي قدامك بتاعه المخلل. خلاص. بيديله طبعا بقى طعم وريحه جميله جدا. وحبه البركه دي يا جماعه بقى بتديله طعم حلو قوي. طبعا انتوا عارفين ان هي مفيده جدا. دلوقتي بقى ماما بتملح الميه اللي انا قلت لكم اللي هي غلت من شويه. بصوا حبايبي، انا ماما هنا خدت الميه بتاعه الليمون اللي احنا سلقنا فيها الليمون، والميه اللي هي غلتها وسبتها، وبعد ما سابتهم بردوا تماما حطت عليهم بقى الملح. طبعا انت بتملحي زي ما انت عايزه على حسب رغبتك. ودلوقتي بقى ماما بقى بتحط السكر. السكر ده بيخلي المخلل محتفظ على القرمشة بتاعته. ماما حطت لنا 4 معالق كبار كده سكر، وبعد كده حطت هنا كوباية كده صغيرة من الخل. خلاص يا جماعة. الخل برضو بيحفظ المخلل وبيخليه جميل جدا. شايفين بقى هنا ماما بقى طبعا البرطمانات دي بقى ماما غسلاها طبعا ومنضفاها ومعقماها كويس جدا. ماما بقى بتعبي دلوقتي فيها المخلل. خلاص. طبعا بتملوه بقى على الاخر طبعا زي ما انتوا شايفين كده. وماما بقى هنا بتفضي بقى الميه زي ما انا قلت لكم، دي الميه اللي هي سابتها تبرد من ميه الليمون، سلق الليمون، والميه اللي هي سابتها برضو تبرد اللي هي الميه العاديه. وحطيتهم الاتنين على بعض وملحتهم. وبعد ما ملحتهم حطيت عليهم السكر والخل، وبعد كده بقى بتزود بيهم المخلل زي ما انتوا شايفين. خلاص. وهنا بقى ماما بتحط على الوش كده بقى شويه كده زيت. الزيت ده يا جماعه بيحفظه من فوق، ما بيخلوش يعمل اي ريمه. جربوا يا جماعه المخلل ده هيعجبكم جدا جدا جدا. بصراحه نظافه بعد كده مفيش، والطعم طبعا بيبقى حكايه. خلاص.
كده الفيديو خلاص يا حلوين. متنسوناش بقى في اللايك والاشتراك. ما تنسوش اللايك عشان طبعا تعرفين طبعا ان اللايك بيرفع الفيديو، بيخلي غيركم طبعا يشوفوه. طبعا احنا بنتعب عشانكم والله كتير. متنسوناش بقى في اللايك والاشتراك. مع